امال العريس راح فين؟ العريس نزل. العريس خلاص. استنى بقى انا زعلانه منك. تعالى الطبلة الحلوة. المراجيح؟ بتقولي المراجيح؟ انت عايزه اعلمك مديش احلى يا مديش. الحقيقة يا سوسو بس بتغني بتقولي ايه؟ يا لهوي بتقع. انت بتغني بتقولي ايه يا ايسن؟ تعالي اقعدي جنبيها يا جودي. بتغني بتقولي ايه؟ الاغنيه بتقولي ايه يا ايسن؟ احلى يا مديش عشان انا مديش ياخد باله بقافي. والله انا ما فاهمه حاجه بس انت عسل. بتغني تقولي ايه؟ قولي كده علي صوتك وانت بتقولي الاغنيه عشان افهمك. عندك ايه؟ عندك سيبونا بالليل وعايز ياخد باله. سيبي لها حاجتها سيبي لها حاجتها. مش بتاعتنا بتاعت ايلين. يلا غني وريني. يلا غني وريني بقى بتقولي ايه؟ يلا احلى يا جدعان مديش احلى يا مديش. انت سامعه بتقول ايه؟ فاهمه انت طبعا مش فاهمه بس هي بتقول حاجه حلوه يعني. يلا مين هيغني؟ مين اللي هيغني؟ هتغني تقولي ايه يا اخواتي؟ قولي. يا اخواتي حلوه قوي كفايه على قدك. وانت يا جودي يا جودي هتغني تقولي ايه؟ ايه الاغنيه اللي انت حافظاها؟ مش هتغني؟ خلاص انا زعلانه منك. نروح المرجيح. طب انت هتغني تقولي لا ما تروحيش ما تتحركيش من غيرنا. وعايز ياخد باله انا فيه. وعايز ياخد باله بس مش عارف من اللي انا فيه. مش عايز ياخد باله من اللي انا فيه. دي اغنيه مين دي؟ بتقول لك مش عايز ياخد باله من اللي انا فيه. ايسن بتغنيها بس مش عارفه بتاعت مين يعني. وانت هتغني زيها؟ قولي تاني. اغنيه ايه تاني؟ انت احلى بتيجي تعين ديش حاجه اتصورت دي بس اللقطه ايه فرقني ايه. بصي يا نانا بصي بتغني ايسن بتقول كلام حلو قوي بس انا مش فاهماه. غني كده. بصي بتغني تقول ايه؟ بس اللقطه ايه فرقت اللقطه. وقالت جمله حلوه قوي مفيده. بتقول هو يعني مش حاسس بيا او مش سائل فيا واعمل له ايه يعني. ده اللي انا فهمته بعدين من الترجمه يعني. نروح مرجيح عمتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبابي كل متابعين ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا عبده عايز يسلم عليكم عشان ما سلمش عليكم النهارده. ازيك يا عبده عامل ايه؟ الحمد لله. تستاهل الحمد. انت النهارده اتفسحت فين؟ في جنينة الحيوانات. جيتها قبل كده يا عبده؟ جيتها وانا عندي 3 سنين. يا 3 سنين. دلوقتي عندك كام سنه؟ 12 سنة. يعني بقالك 9 سنين ما دخلتش هنا. زي كأنه البيت المقدس يعني. بس انت ايه رأيك في حديقة الحيوان؟ حلو. بس يا جودي لا بلاش هنا العبي بعيد. هي حلوة بس ناقصها حاجات كتيرة. عايزة شوية اهتمام. في انواع من انواع الحيوانات ناقصة زي مثلا الفيل ابو ظلومة
سالنا عليه النهارده، قالوا ان الايه، ان الفيل ايه، مات. وكان في واحد تاني برضو ايه مات، ده حقيقي. طبعا ازاي يعني حديقه عريقه زي كده تتساب من غير الفيل؟ المفروض بقى الدوله تهتم بحاجه زي كده ويستوردوا لنا بقى من الهند ان شاء الله، ونيجي نتفرج عليه ونفرج اولادنا واحفادنا باذن الله تعالى. استمتعت يا عبدو النهارده؟ رجلك وجعتك من كتر المشي؟ طبعا. والمفروض بصراحه يخلوا لنا عربات هنا داخل الحديقه، اللي مش قادر يمشي يركب ويتجول في الحديقه ويتفرج برضه، يا ريت. بس هنقول ايه بقى، بلدنا حلوه بس ناقصها حاجات كتيره، عايزه تتطور في حاجات كتيره. وريت نهتم بالحاجات الداخليه دي عشان ننشط السياحه الداخليه. ساعه ما تكون السياحه الخارجيه بقى ايه يعني ما فيش نشاط، ممكن احنا كمصريين مننا فينا كده طبعا التنزه والفسح هنا وهنا كل ده بينشط السياحه الداخليه. يا رب يا عبدو تكون استمتعت. شفت ايه النهارده؟ شفت الاسد، وشفت الدب، وشفت اللي هو البحر، اللي هو اللي بيبقى في قلب البحر. كلب البحر؟ لا حاجة تانية كده. حمار البحر. شفت حمار البحر؟ حاجة بيضة ولا حاجة سودة؟ حاجة سودة. ده كان حاجة فرس النهر. فرس النهر. فرس النهر ده يعني شكله كان عامل زي كأنه نايم مغمى عليه ولا ميت ورامينه، يعني بصراحة شكله يصعب على الكافر. المفروض يهتموا بيه ويجيبوا له دكتور يشوفوا ماله، يعني يا إما عيان يا إما زعلان. شفت إيه تاني؟ شفت الدب. إيه تاني؟ شفت الحمار الوحش الأبيض. ما شفناش المخطط صح؟ ما شفناش الحمار المخطط اللي هو بيبقى اسمه شفنا القرد. ايه والقرد ايوه، وشفنا النمر. وايه تاني؟ ورسمت وشك؟ انت راسم رسمة ايه بقى كده؟ انا رسم رسمة الاسد. لا انا تالي هو عامل لك القط. بص الشناب اللي محطوطه لك على الجناب الاورانجي ده، انت قط بقى، مش هقول لك قطه، لا تالي عاملك زي القط. انا نمر. انت نمر؟ ياما وريني هتاكلني ازاي. وريني الاكله كده هتاكلني ازاي. انا اخاف منك كده يا عم. حسيت ان انت مبسوط ولا تعبت من الرحله؟ لا مبسوط. انت في حاجه وقعت منك صح؟ ماشي. انا يعني رغم ان انا تعبانه بس مشيت معاكم، حسيت برضو بانبساط. زعلانه ليه؟ تعبانه. لا انا تعبانه مش زعلانه، الحمد لله مش زعلانه من حاجه، بس انا تعبانه يعني الحمد لله. ومع ذلك انا برضو قلت اجي عشان ما ازعلكوش. طب انت يعني ايه؟ وصل الاتوبيس والله ايوه، ما هو ده اللي بنقول عليه. طب ما موجود اهو يا جماعه، موجود حاجه في الحديقه اهو. طب كويس والله، بس ممكن ده يكون الموظفين الحديقه بس يعني. ايه رايك بقى لو انا ما جيتش النهارده؟ ليه ما تجيش ليه؟ يعني تعبانه ومن حقي كنت ارتاح في البيت. ما انت تعبانه في البيت، ولما تنزلي هتشم هوا يبقى حلو القعده. طب انت عايزني اجي معاكم ليه؟ كده عشان تبقى القعده حلوه اكتر. رغم ان انا مش عيله من دوركم، بس انتوا بتحبوا وجيزي ليه؟ يعني القعده تبقى حلوه اكتر. بس يعني انا يعني بخلي القعده حلوه. بس كده. وعشان احنا بنحبك. وايه كمان؟ ما اعرفش. وانا كمان بحبكم بموت فيكم. ويا رب تكونوا استمتعتوا النهارده، انت وكل المتابعين معانا استمتعوا وكل حاجه صورناها. يا رب اكون عرفت اصور على قد ما اقدر، لان انا دراعي وجعني مش قادره يعني، ورجلي وجعاني، كل حاجه فيها وجعاني الحمد لله. بس يعني الواحد بيحاول ان هو ينسى تعبه شويه مع الاحباب، ونخرج نشم هوا نضحك نهزر، لان فعلا لو الواحد استسلم للمرض واي حاجه تعب نفسيته هيكتئب ويحس بالتعب اكتر. فالمفروض نخرج فعلا ايه، نتمشى شويه يا عبدو ونتفسح في كل حته في مصر. وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحب مصر انت؟ تحبها ليه؟ عشان فيها حاجات حلوه، وفيها الاهرامات، ودي بلدي، وفيها اماكن جميله كتير. ايوه صح كده، عشان هي بلدي في الدرجه الاولى. هي ايه؟ هي بلدي حقيقي. طالع سنه كام يا عبدو كده؟
يا عبدو نعم. انت طالع سنه كام؟ سنة أولى إعدادي. اولى اعدادي. ان شاء الله يكون نجاح بتفوق. انا متعوده منك على النجاح بتفوق. جبت كام السنه دي يا عبدو؟ جبت 200. المجموع اللي هو من 100 أنا حسبتها، جدي حسبها لي. كام في المية؟ أخو ستي حسب لي 96%. 96%. واللي هي من ال 300 جايب 290 من 300. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ان شاء الله بقى السنه الجايه هيبقى 100% باذن الله، ما تنقصي ولا درجه باذن الله تعالى. عشان انت شاطر يا عبد. مش انت بتجيب المجموع ده باجتهادك ولا بتنصب علينا؟ باجتهاد. بتحب المدرسه ولا ما بتحبش تروح وتذاكر في البيت؟ أنا بحب المدرسة. تحبها؟ خلاص يلا لسه. تمام ماشي ماشي. مش حلوه، عايزين حاجه تهيج الناس دي. يلا الملك للمال يا اسطى. انت الطبله معاك ما تقفش، علي واحنا سيبك من الصوت، سيبك من الصوت. احنا اللي مش حافظ بنقوله خلاص، فانت علي الطبله مالكش دعوه. احنا حافظين بس انت بعمل. قول له علي الحكايه علي. يلا انت عايز تعمل مش عايز تعمل. يلا بلاد يلا. كلم موسى يلا من الطبلة والمزمار ده. خايفة. مين اللي خايفة؟ خايفة تطلع. ليه؟ عشان زحمة. هو زحمة كتير. مش عاقة. تقوليش جايين يصوروا جنب الكعبة المشرفة؟ ما شاء الله العرايس كتيرة قوي النهارده. كده عايز تعدي هتعدي ربنا كده عايزين نعدي كده. ما انا بقول له صورنا خد جنيه.